السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس مع فريال علم الأحياء والأرض. الصف السابع منهاج السوري. علوم الفصل الأول. الدرس الأول المجهر. سأتعلم أقسام المجهر الضوئي ووظيفة كل قسم من أقسام المجهر ومقارنة بين المجهر الضوئي والمجهر الإلكتروني. هذا هو المجهر، تعال نشوف أقسامه. أنبوب المجهر والقرص الدوار وعدسات جسمية وفتحة مركزية واللاقطان والمكثف والحظار. وهذا تحت اسمه المصباح الضوئي، وهون في عدسة اسمها العدسة العينية، وهذا اسمه القاعدة، وهون هذا اسمه الذراع، لولا بالإحكام السريع ولولا بالإحكام البطيء. هون القاعدة يستند المجهر بوسطها إلى الطاولة، والأنبوب أسطوانة تحمل في طرفها العلوي عدسة توضع مقابل للعين، وفي نهايتها قرص دوار. لوحة الشرائح صفيحة مربعة الشكل، وفي مركزها فتحة مركزية لمرور الضوء، وعليها لاقطان معدنيان لتثبيت الشريحة الزجاجية. الذراع ساق لحمل المجهر، طرفها السفلي مثبت على القاعدة، وفي طرفها العلوي يتصل بالأنبوب، لولا بالإحكام السريع لتحريك لوحة الشرائح صعودا وهبوطا، لولا بإحكام البطيء لضبط رؤية المدروس. عدسة عينية تقع على الأنبوب وينظر من خلالها إلى الجسم المدروس. قوة تكبيرها 10x أو 5x. عدسات جسمية تحمل على القرص الدوار في أسفل الأنبوب، عددها قد يصل ل4، قوة تكبيرها 40x 10x 4x. المكثف مجموعة عدسات تقع مباشرة أسفل الفتحة المركزية للوحة الشرائح، ويتم بكمية الضوء التي تمر من هذه الفتحة المصباح الضوئي، وقد يستعاض عنه بمرآة عاكسة للضوء قابلة للدوران تعكس الضوء نحو المكثف. الحظار الجزء الذي يتحكم بفتحة المكثف. تمرين نريد فحص عينة ما بمجهر ضوئي بقوة تكبير كلي 50x، ولديك عدسة عينية 10x وعدسات جسمية 40x 10x 5x. أي العدسات الجسمية تستخدم للتحصل على قوة التكبير الكلية المطلوب للمجهر. فسر إجابتك. أنا رح أفسرها. نكتب 10 ضرب 5 يساوي 50، وهون بمساعدة مدرستك تنسج القانون الذي يمثل لك حساب قوة التكبير الكلي للمجهر. قوة التكبير الكلي للمجهر الضوئي نكتب قوة تكبير العدسة العينية ضرب العدسة الجسمية. تعلمت الجهاز يستخدم لفحص الأجسام الصغيرة التي لا ترى بالعين المجردة. إذا أجاكم سؤال وقالوا لكم عرف المجهر بتقولوا له جهاز يستخدم لفحص الأجسام الصغيرة التي لا ترى بالعين المجردة. هنا عنا المجهر الإلكتروني. مجهر الإلكتروني هذا هو هو ألاحظ بين الصورتين. هون الكريات الحمر مكبرة بالمجهر الضوئي، هون الكريات الحمر مكبرة بالمجهر الإلكتروني. المجهر الإلكتروني هي آلاف المرات. قد يصل قوة تكبير المجهر الإلكتروني آلاف المرات. هون نكتب آلاف المرات هون، لأن عدساته مصنوعة بطريقة خاصة.
بطريقة خاصة، ويستخدم الأشعة الإلكترونية بدلا من الأشعة الضوئية، ويمكن رؤية المحظر من خلال شاشة الكمبيوتر. أقارن بين المجهر الضوئي والمجهر الإلكتروني. قوة تكبير المجهر الضوئي مئات المرات، والإلكتروني آلاف المرات. والعدسات المجهر الضوئي عدساته مصنوعة زجاجية، والإلكترونية مصنوعة بطريقة خاصة. ونوع الأشعة أشعة ضوئية وأشعة إلكترونية. التقويم النهائي. خلينا نحل مع بعض. أولاً، اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي. إذا كانت قوة تكبير العدسة العينية تساوي 10 إكس، وقوة تكبير العدسة الجسمية تساوي 20، فإن قوة تكبير المجهر تساوي 30 ولا 200 ولا 20 ولا 400. طبعا الإجابة الصحيحة 200، إنه نضرب هاي بهاي. جزء من المجهر يتحكم بفتحة عدسة المكثف. نحن قلنا آخر شيء إن هي كانت الحظار. ثانيا، أجب بكلمة صح للعبارة الصحيحة، وكلمة غلط للعبارة المغلوطة. لولا بالإحكام السريع يسمى بحركة أنبوب المجهر صعودا وهبوطا بشكل ظاهر أو مرئي. طبعا هاي صح، نكتب صح. تاني، المجهر الضوئي يستخدم الأشعة الإلكترونية. هاي خطأ، إنه هي ضوئية. هنا صح، هون نكتب شوي، نكتب هون، نكتب هيك. هاي نبحث بنكتب هيك. هون هاي صح، هاي خطأ. نضع الشريحة الزجاجية على لوحة الشراء مثبتة باللاقطين معدنيين. هاي صح. وهو لولا الإحكام البطيء يؤدي تطويرا إلى ضبط وإحكام أكبر لرؤية المحضر المدروس. هاي كمان صح. ثالثا، اكتب المصطلح العلمي الموافق لكل مما العبارات الآتية. جهاز يستخدم الضوء المرئي والعدسات المكبرة لفحص الأشياء الصغيرة غير المرئية، وهي المجهر الضوئي. جزء من المجهر يقوم بإصدار الضوء وتركيزه على الشريحة. هون نكتب المصباح الضوئي. عدسة ينظر من خلالها إلى الجسم المدروس. عدسة عينية. عدسة موجودة على القرص الدوار للمجهر مقابلة للجسم المدروس. نكتب عدسات جسمية. أسطوانة تحمل أعلاها العدسة العينية وفي نهايتها قرص الدوار. نكتب الأنبوب. وهيك بكون خلص الدرس. إن شاء الله فيديو جديد بيكون عنا درس الجديد، درس الثاني، الخلية النباتية والخلية الحيوانية. وإلى اللقاء.